لسه محتار تكمل في الوظيفة ولا تشتغل فريلانس؟ قبل ما تختار لازم تفهم حاجة معينة. الموظف بياخد أمان، المفروض الفريلانس فيه حرية أكتر، وانت محتاج تعرف انت ميال لأنهي أكتر. بتحب جدول ثابت، استمرارية، استقرار، تسكات ثابتة، دخل ثابت، وتريح دماغك من مسؤوليات كتيرة؟ انت هنا الافضل لك تبقى موظف. لو بتحب وقتك يكون بايدك نظريا، ان على ارض الواقع الموضوع بيختلف ومش فارق معاك الضغط وممكن تعدي عليك اوقات كتيره من غير شغل ومن غير دخل، يبقى انت هنا فريلانسر. بس ما تخليش المجتمع يضغط عليك في اي واحده فيهم. هتسمع ناس تقول لك ان الوظيفه عبوديه، هتسمع ناس بتقول لك ان الفريلانس شغلانه اللي مالوش شغلانه، او بين قوسين على باب الله، لان كلنا على باب الله اصلا يعني، حتى الموظف. فما تسمعش للناس، الشغلانتين صح، بس على حسب دي هتوافق مين ودي هتتوافق مع مين. الأهم من ده كله إنك ما تفضلش قاعد مستني. مفيش اختيار بيبقى كامل ومثالي وبيرفكت. خدت بالك من بيرفكت دي، مش بيرفكت. ابدأ جرب وبعدها هتقدر تقرر. فهو أنا عارف إن هو اختيار صعب شوية ما بين حرية وأمان.